وهذا ما شاء الله صوص الشتني أصبح جاهز لمعرفة المكونات وتطبيق الوصفة. يلا تابعوني على الفيديو. بسم الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الفيديو أقدم لكم وصفة صوص الشتني. وصوص الشتني عادة يقدم مع برياني اللحم أو برياني الدجاج، ويعتبر من المقبلات، وهو معروف ومشهور لدى باكستان والهند. أقدم لكم وصفة صوص الشتني بطريقة سهلة وبسيطة. وإلى المكونات، وبسم الله نبدأ. كيلو زبادي، خل التفاح الطبيعي، بإمكانكم تستخدموا الخل الأبيض ولكن خل التفاح الطبيعي أفضل، كمون، ملح بحري، عصير الليمون، كزبرة خضراء، ثوم، فلفل حار حسب الرغبة، بصلة، وهنا عندي النعناع أو ورق النعناع. ما ننسى متابعي الكرام الورق بهذه الطريقة، ونشيل العود. واضح؟ خلونا نبدأ في الوصفة. بسم الله وعلى بركة الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رددوها يا إخواني ولكم الأجر بإذن الله. بسم الله وعلى بركة الله. أول خطوة متابعي الكرام، هنا عندي الخلاط. طبعا ما شاء الله كمية كبيرة، انتم بإمكانكم تستخدموا أي كمية تناسبكم أو تناسب حجم العائلة. ننزل الثوم، فلفل حار حسب الرغبة. حنزل أول شيء الثوم والبصل، وبعدين أبغى أنزل الكمون والملح والليمون وقليل من خل التفاح الطبيعي. ايش حسوي الآن؟ عندي هنا ماء الزبادي، استفيد منه عشان يساعدني في الخلق. طبعا هذا الزبادي 1 كيلو او ما يسمى بالروب. الآن حخفق المكونات الين تصير مرة ناعمة وذايبة، وبعدين أوريكم إيش حسوي. بسم الله. وكذا انخفق معايا وانخلط 100%. الآن إيش حسوي الله يحفظكم؟ أبغى أخذ جزء من الزبادي أو ما يسمى بالروب. خلاص الجزء هذا بس كفي. أنا إيش حسوي؟ عندي هنا أنا أبغى أقول لكم عن هذه الملاحظة متابعي الكرام. لما نخفق المكونات في البداية زي ما قلت لكم، البصل والثوم والفلفل الحار في البداية لين تنفرم مضبوط، وبعدين آخر شيء أنزل النعناع والكزبرة. ولكن ملاحظة، ليه أنا خليت في الأخير؟ عشان ما أبغى ينفرم مرة وينطحن يصير موية. إذا انفرم زيادة، ملاحظة انتبهوا يا متابعي الكرام، حيصير لون الصوص أخضر. أنا أبغى يكون أخضر، ولكن قطع من النعناع والكزبرة تكون واضحة، تعطيه منظر أجمل. حتشوفوا الآن إن شاء الله. بسم الله. شايفين بهذه الطريقة؟ خلاص شايفين؟ أنا أبغاه ينفرم ويكون قطع النعناع وقطع الكزبرة واضحة. شايفين؟ أنا حنزله في الصحن. شايفين بهذه الطريقة؟ شايفين؟ هذا بيعطيه منظر وشكل جمالي ولا أروع. لو خليته ينفرم بزيادة مرة يا متابع الكرام، وانتبهوا لهذه الملاحظة، حيصير الصوص لونه كله أخضر بدون ما يكون فيه باين
جزيئات من النعناع والكزبرة، فخلوه ينفرم بهذه الطريقة. واضح؟ ولا متابع الكرام، بالمضرب أحاول إني أخلطه حتى يتجانس مع الصوص. شايفين ما شاء الله تبارك الله الروعة والجمال. خلوا بالكم لو خفقنا الزبادي في الخلاط وأخذ وقت زيادة حيرجع يصير خفيف ويصير زي الموية، لكن بالطريقة هذه يكون متماسك القوام. شايفين ما شاء الله تبارك الله، شايفين الروعة والجمال. هذا الصوص طبعا احنا نشوفه في المطاعم الباكستانية والهندية، نفسنا نعرف كيف يسووه ولكن ما احنا عارفين. لكن ان شاء الله في هذا الفيديو اكون يا رب قدمت لكم باسهل والذ طريقة، وان شاء الله تعطوني ارائكم في التعليقات. لا تنسون الله يسعدكم ويحفظكم من اللايكات والتعليقات الطيبة، الله يسعدكم كما عودتونا، والله يقدرنا ان شاء الله، واقدم لكم واقدم للمشاهدين الكرام ما ينفعكم يا رب. الله يسعدكم، ولا تنسوني من صالح دعاءكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يسعدكم ويحفظكم أينما كنتم. خلاص حطوه إن شاء الله في صحن التقديم. وهذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوص الشتني أصبح جاهز. أرجو من الله أن ينال إعجابكم واستحسانكم. كرما ولا أمرا الاشتراك في القناة والضغط على لايك وتفعيل الجرس ونشر الفيديو والسناب حتى يستفيد الناس. وأراكم في مقطع جديد بإذن الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله.